Kami aman. Fahmi, maju ke depan. Kosong, tidak ada orang. Ya Allah, Al-Fatihah. وقراءة سورة ياسين والتهليل والتسبيح والتحميد والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومتى يسمى الأذكار والدعاء نهديها نقدم ثواب القراءة كلها إلى رسول شفينا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه من ثم الأرواح كافة أولى مقربين مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها خصوصا سارة من قبل أهل المعنى البقية أهل زنبل الفرد المعين الإمام حجر الله ونبي صلى الله عليه وسلم نسأل العظيم في المقدم محمد بن علي بعلي وسلم بدهم نسكب أولاد جمعين وصول وفرج بسالة على بأهل كلهم جمعين معلم كتب النافية ومسلم قلوب النافية من شيخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب من زمان صلوات دعوات منجات كلهم جمعين خصوصا لقراء على كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم منجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام فوقاتنا في جلساتنا هذه الليلة خاصة خصوصا هؤلاء المقرب من أهل بالمبang دار السلام كلهم أجمعين زرنا هذه الليلة وما زرناه وسوف نزورهم في بعد اليوم خصوصا سيدنا قول حضره أحمد مثلا الحبسي والحبيبنا حبيبنا عبد الرحمن محمد بن نور أحمد الكابل عبد الله بن الكابل حبيبنا عبد الرحمن بحسن وكافة المشايخ والعلماء المقرب أجمعين إن الله يتوشاهم برحمة وصل الجنة ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم أماتنا أماتكم أمات المسلمين أجمعين ثم إلى روح خصوصا لسيد زيد بن علي المساوى الحبيبنا محسن بن يوسف بن صالح بن يوسف أسقاب والخبابة نعمة بنت علوي بن عبد الرحمن بن شهاب والخبابة نور بنت أبو بكر الكاف أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته والدين ولكم خاصة أمة المسلمين أمن الله توشاهم برحمة الجنة الله يدخل في قبرهم وسلم على دين صالحة جالبة لكل خير بيتا كل شر أن المسلمين إلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين
لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثله ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وصل وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله حي دائم لا يموت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 لا إله
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآيات الكرسي والثلاثة من سورة الإخلاص والمعوذة من رحمة إلى أرواح من اتبعنا ها هنا بسببهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين. إن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. نستغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن الحكيم. وأحل الله من لا إله إلا الله سبحان الله بحمده ما قلناه. يا الله يا الله صلينا وسلمنا على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك هدية منا ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نهديها ونقدم ثواب القراء إلى حسين شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصار وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إلى أرواح كافة أولي من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها خصوصا سادتنا أولي من أهل المعلى والبكي وأهل الزنبل والفرد وقدر أجمعين وأهل حضرموت كلهم أجمعين خصوصا سيدنا مولانا مهاجر الله محمد بن عيسى بن الله محمد عيسى سيدنا علي بن عبيد الله محمد بن عيسى حبيبنا علي بن أولي خالد القسم سيدنا محمد صاحب المرباد وأصولهم وفرهم وما إلى سيدنا الكائن سيدنا نصر العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرسنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن الفقيه إخوان مجمعين وأصولهم وفرهم سيدنا عبد الله بعلي سيدنا محمد مولد ولد بن قطب الأقطر الحبيب عبد الرحمن السقاب ومن في تباركته محبوب محمد بن حسن جميل محمد بن مريم محمد بن المولى عيدين وأصولهم وفروعهم أبي بكر السكران ورمان مخضر وإخوانهم أجمعين
ابن علي بوكس المدوس الأكبر حبيبنا عبد الرحمن بن مكشف بن قطب الحمام الشبر الأكبر والحبيب أبو بكر الذين واخي حسين وصول وفرحيم والحبيب أحمد بن علي بجاه وفخر الشبر بن سالم ومسلم الشبر بن سالم قطب الأنفاس عبد الرحمن التواصل بن بشار وثبات بن الله محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عبد الله بن السقاف وجميع سادات أولياء من قرن صوفيا المغنقان في شام الأرض إلى مغربها ثم إلى أرواح كافة المعالم كتب النافية مسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب منظمة الصلوات دوار النجاة خصوصا قرأنا كتبهم أورادهم أحزابهم مزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيام فوقاتنا ثم إلى أرواح كافة أولياء من قرن أهل هذه البلدة أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صحابه الحضر المقام الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن منور الحبيب بن عبد السلام والحبيب الحبيب أحمد الكامل الحبيب علي بن بحسين وكافة أولياء قصفيات كان هذه البلدة هذه التربة ثم إلى خصوصا إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا للشريفة بابا نور بنت أبو بكر الكافل حبيبنا محسن بن صالح بن يوسف سقاب والبابا نعمة بنتي علي بن عبد الرحمن شهاب وسيد زيد بن علي المساواه وكافة أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم جل تعالى بين أيديهم وجعل فكاكا لهم من النار حجابا لهم من النسر من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان والبشارة والآمن فرشة ورضوان واجعل يا ربنا قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل خفرا من خفرة النيران اللهم اعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم طريقتهم والمعافاة من الفتن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين خاصة أهل بالمبان خاصة إلى أحسن الحال إلى أجمل الحال بحقك يا الله يا عزيز يا متعال بحق مولى بلال وهؤلاء الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. ربنا تقبل منا ومنك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا لما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام
بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار أبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لب دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وإطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لب دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وإطرته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لب دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وإطرته وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا عيدهم بقوتنا على اليهود المعتدين. يا الله يا ربي دمر اليهود
الناكسين للعهود وارسل عذابا دائما على طغاة الظالمين يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا الله وبآله المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبالخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن سلكت بيد الظالمين يا الله بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أعضانا من بلاد يا مجيب السائلين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فإقنا اللهم على الخير وأعنا عليه اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك معاشر الحبايب معاشر الإخوان معاشر الأساتذة رحمني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد شكرا يا ربنا. Syukur kita kepada Allah SWT ikhwani, berapa banyak pemberian-pemberian yang besar yang Allah berikan kepada kita yang kita telah dapatkan insyaAllah, yang mungkin tidak dapat kita rasakan, tidak dapat kita pandang dengan kasat mata, tapi dengan keimanan kita meyakini dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, orang-orang yang berkumpul dalam ingat kepada Allah, orang-orang yang duduk di majlis ilmu, orang-orang yang mengunjungi berziarah kepada para awliya Allah. Begitu banyak, begitu besar pemberian Allah, yang paling banyak pasti kita dapatkan di antaranya adalah ampunan dosa dari Allah. Setiap langkah kita mengunjungi para awliya Allah, kita pasti mendapatkan ampunan dosa. Karena itulah yang paling kecil yang akan didapatkan seorang yang berziarah ke makam awliya Allah. Dan pada puncaknya seorang itu mungkin akan mampu diberikan Allah, dan Allah sangat mampu untuk itu, yaitu mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh mereka para awliya Allah, para salihin. Dan begitu banyak pula pahala yang kita dapatkan ikhwan, tempat-tempat yang kita telah kumpul tadi dari Ba'dal Asar di majlis Kampung Waspada, di rumah Al-Habibul Barakah Muhammad bin Muhsin As-Segaf, lalu kita pun kumpul lagi di Masjid Al-Haddad Ma'bainal Isya'in dengan menyebut nama Allah, Asma'ullahul Husna. Dikatakan inna dzikrul awliya tanazzalur rahmat. Kalau kita menyebut nama awliya Allah, maka rahmat Allah turun. Kita nyebut nama Habib Alwi Bahsin, nyebut nama mereka Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Oh tadi kami juga ziarah ke Kiai Pedatuan, nyebut nama mereka, Habib rahmat Allah tuh turun. Bagaimana kalau menyebut nama Rasulullah? Bagaimana kalau kita menyebut nama Rasulullah? Wa huwa sayyidul awliya was salihin, bal huwa sayyidul anbiya wal mursalin.
yang mana Rasulullah adalah pemimpin dari semua aulia para salihin. Rasulullah pemimpinnya, bahkan huwa Rasulullah pemimpin dari semua nabi dan rasul-rasul Allah. Nah, lebih tinggi lagi kita dapat dari ikhwan kita di Masjid Al-Haddad kumpul dalam majlis zikir ziarah, bukan sebatas menyebut nama Rasulullah. Yang jelas kita begitu banyak menyebut nama Rasulullah, baik lewat salawat, lewat qasidah mudhariyah. Kita pun tadi mengkhususkan menyebut nama Allah dalam Asma'ullahul Husna. Kalau menyebut nama wali begitu hebat kita dapatkan, lalu bagaimana dengan menyebut nama Rasulullah, lalu bagaimana dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi adana lana alsinatana bidzikrihi wa bidzikri habibi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah karena yang memilih kami dan antum sekalian duduk di majlis ini dari maghrib tadi ataupun yang hadir malam ini saja, semua kita dipilih Allah, bukan suatu kebetulan. Mungkin ada yang begitu gampang dia datang ke tempat ini, mungkin ada juga dengan begitu berat dengan perjuangan. Tapi kita semua sudah dipilih Allah dan didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pemakaman yang penuh berkah ini, duduk bersama para aulia Allah. Alhamdulillah ala hadhin ni'mah, nikmat azim yang Allah berikan dan tidak banyak orang yang mendapatkan seperti yang kita dapatkan. Wallahi ya ikhwani rahimakumullah, memang kumpul kita malam hari ini ada yang kita rasakan dapat nasihat, dapat ketenangan, dapat kelezatan dalam ibadah, duduk ketenangan kita, hilang pikiran kita yang sumpek, gundah gulana. Tapi yang lebih besar dari ini pasti kita dapatkan kelak, dan inilah butuh keyakinan, yaitu insyaallah kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, mendapatkan syafaat dari para aulia Allah, yang mana kita tahu dari penjelasan yang disampaikan oleh Imam Abdullah Al-Haddad di antaranya dalam kitab Sabilil Idzikar yang kita baca di Lawang Kidul, bahwasanya mereka jangankan aulia Allah, orang biasa saja mereka tahu atas orang-orang yang berkunjung kepada mereka di kuburan. Dari situlah kita diingatkan untuk berziarah kepada keluarga kita, terutama tua kita, karena mereka akan sangat gembira ketika didatangi oleh orang-orang yang mereka cintai. Nah, kalau mereka orang-orang biasa diberikan Allah kemudian mampu mengenali orang-orang yang datang kepada mereka, apalagi mereka para aulia Allah. Yang kita datang bukan untuk tujuan hajat duniawi, tapi kita berharap ridha Allah, berharap pemberian Allah, berharap kasih sayang Allah. Fa insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita baik yang telah wafat ataupun yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan Allah penjagaan. Kita kumpul dengan mereka para aulia, kita ziarah ke makam kiai, para ulama, para asatidz, para habaib. Mudah-mudahan orang tua kita pun dikumpulkan Allah bersama mereka yang telah wafat, dan yang masih hidup mudah-mudahan dijaga Allah, diberikan hidayah dan taufik, diberikan sehat dan afiat, diberikan taat, kemampuan untuk ibadah dan istiqamah sampai kelak kita dan mereka diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau lebih kita kenal dengan Imam Ghazali. Sampai kita kepada penjelasan beliau tentang keadaan manusia dalam pandangan kacamata manusia yang bisa mendapatkan petunjuk dan manusia yang tidak bisa mendapatkan petunjuk, manusia yang bisa diarahkan dan manusia yang tidak bisa diarahkan. Yang beliau umpamakan seperti kalau yang mengarahkan atau memberi tunjuk adalah tabib, adalah ulama, bagaikan tabib, bagaikan dokter, dan yang diberi petunjuk atau membutuhkan petunjuk atau bimbingan adalah wong yang bodoh. Ada di antara orang-orang bodoh itu yang memang pacak diberi petunjuk. Artinya kalau dokter itu memang dia penyakit pacak disembuhkan. Kalau yang model macam itu tidak apa-apa kita agoi di bahasa kita Palembang, luangkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita untuk menyembuhkan dia. Kalau memang kita tahu ini orang pacak sembuh. Tapi ada kelompok orang-orang yang tidak pacak sembuh, orang-orang yang ahmak katakan oleh beliau kemarin, tidak mau menerima kebaikan, tidak mau menerima bimbingan, tidak mau menerima petunjuk. Kalaupun diberikan petunjuk dia jadi sombong, karena penuh hati mereka dengan hasud dan dengki dan kebencian, sehingga ketika kita sampaikan yang hak adalah hak, mereka tetap berpaling.
Nah ketemu yang model macam itu ahsan jangan didodoi, dak usah diagoi. Itu seperti orang yang sudah penyakit dak pacak disembuhkan. Mending kita nyari yang pacak disembuhkan, manfaat tenaga ilmu dan pikiran kita, ketimbang ngagoi wong yang sudah divonis dak bakal sembuh, habis tenaga habis pikiran, ujung-ujung dia mati. Mending kita menyelamatkan yang masih pacak diselamatkan. Itu umpama daripada keadaan manusia yang ada yang mustajid atau bisa diberi petunjuk, ada yang tidak bisa diberi petunjuk, ada yang bisa dibimbing dengan isyarat, ada yang butuh dengan kita pegang tangannya kita tarik, ada yang cukup dengan isyarat mereka paham, ada yang butuh dengan sedikit diotan, tapi ada yang tidak mempan sama sekali. Tidak mempan tinggalkanlah, tidak usah kita buang waktu pikiran tenaga kita menghadapi mereka. Nah kemarin sudah disebutkan oleh beliau ada dua kelompok yang sudah kita sebutkan. Di antaranya yaitu yang kemarin kita bacakan, kita ulangi, antum silakan buka halaman 18. Kita ulangi dari nomor 2, insyaallah kita tambahkan apa yang dituangkan Imam Ghazali. Wa tsani an takuna illatahu min al-hamaqah wa huwa aidun la yaqbalul ilaj. Orang yang punya penyakit ahmak, dia bodoh tapi teka. Nah ini repotnya. Sudah bengak, diajari, dibimbing, dia ngaso tahu, dia ngaso pintar. Padahal dia itu salah. Kadang-kadang dia tahu kalau dia salah tapi tidak mau menerima kebaikan atau dibenarkan karena sudah ada rasa benci, ada rasa dengki, ada rasa dendam dan segala macam, termasuklah sifat kibir. Mungkin dia karena dia punya kedudukan, dia punya jabatan, dia punya nasab yang indah, atau dia punya keturunan orang besar. Ketika yang nasihat itu uang yang dianggap lebih rendah dari dia tidak galak nerima. Ketika yang ceramah itu budak muda, dia ecek-ecek tak tahu. Ketika yang tampil memberikan nasihat itu uang yang dianggapnya adalah orang yang rendah secara ekonomi, dia ecek-ecek tak dengar. Na'udzubillah min dzalik. Nah yang seperti itu diumpamakan di sini, beliau Imam Ghazali mengangkat cerita tentang apa yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Isa mengatakan, inni ma'ajiztu an ihya'il mautah wa qad ajaztu an ma'alajatil ahmak. Aku tidak ngerasa sulit untuk menghidupkan uang yang sudah mati. Aku diberikan Allah kemampuan dengan mukjizatku mampu menghidupkan uang yang sudah mati. Itu tidak sulit buat aku. Tapi yang lebih sulit aku hadapi adalah memberikan petunjuk untuk uang yang ahmak, uang yang tekah bantah. Dilogoskan diajari tetap tak mau. Itu lebih sulit menurut Nabiullah Isa alaihissalam ketimbang beliau menghidupkan uang yang sudah mati. Mu'alajah al-ahmak wa dhalika rajulun yashtagil bi talab al-ilm zamanan qalilan wa yata'allamu syai'an min al-ilm al-aqli wa syar'i fa yas'alu wa yata'arradu min hamaqatihi 'ala al-'alim al-kabir alladhi madha umruhu fil 'ulum al-'aqliyah wa syar'iyyah wa hadha al-ahmaq la ya'lamu wa yadhunnu anna ma ushkila 'alayhi huwa aidan mushkila 'ala 'alim al-kabir fa idza lam ya'lam hadha al-qadar yakunu su'aluhu min al-hamaqah fa yanbaghi an tashtagil bi jawabihi. Nah dicontohkan oleh beliau di sini, kalau ada uang yang dia ini ilmunya cetek, baru mulai nyentuh majelis, baru tahu ustadz, baru tahu kiai, tapi langsung nak ngebahas masalah-masalah yang tinggi-tinggi, baru wuduk maaf belum benar, belum tahu apa yang membatalkan wuduk, ngaji belum lurus, baru kenal majelis, baru kenal ulama ustadz, tapi langsung nak membahas tentang masalah tasawuf yang tinggi-tinggi, masalah ilmu tauhid yang tinggi-tinggi. Wong macam ini kalau kita paksa ke ajari, sisip dia sesat, sisip dia gila. Jadi mana tinggal kelah. Dia ajari yang ilmu yang sepatutnya dia ngembek, dia dah galak nak langsung ngembek ilmu yang tinggi. Nanya tentang perkara-perkara hal yang ghaib, yang ulama nak hati-hati nyampingnya, tapi dia ingin membahasnya. Namun macam itu tak usah diagoi, tak usah diagoin. Apalagi maaf wong yang tak tahu tentang hukum agama bicara tentang agama. Kalau kita hadapi kita sama-sama loloh. Kecuali kalau dia menyesatkan perlu diluruskan. Ya kalau dia bodoh tentang hukum agama, cuma dia ini tokoh masyarakat misalnya, ditokohkan. Yang mana kita khawatir orang awam akan mengambil ucapan dia, menganggap ucapan dia itu ilmu, bagian dari agama. Nah ini wajib kita luruskan. Ya wajib kita luruskan. Kalau kita mampu stopkan orang tersebut, jangan sampai menjadi sumber fitnah, orang yang sesat dan menyesatkan. Itu akan terjadi di akhir zaman kata Rasulullah. Sekarang udah muncul ikhwan. Ketika Rasulullah menceritakan bahwasanya gubidul ilmu itu akan dicabut bukan dengan tiba-tiba ulama itu jadi bodoh, wong hafal Quran jadi hilang hafalannya, wong yang pacak ceramah hilang ceramahnya, bukan.
tapi ilmu itu akan diangkat oleh Allah dengan diwafatkannya ulama. Ulama-ulama akan diwafatkan, ulama-ulama yang hak, yang benar-benar ulama min ahlil haq, ahli sunnah wal jamaah, mereka akan diwafatkan. Sehingga muncullah orang-orang yang cuma punya casing ulama. Maaf, dia duduk belajar mungkin pesantren pernah, tapi tidak berapa tahun itu pun tidak belajar ni. Lalu lolos, bukan lulus, lolos dari pesantren. Mulai tampil pakai jubah, sudah baca ceramah sedikit, ngapal hadis sedikit, tampil, besok sudah masang imamah, mulai bawa tongkat. Nah, nilai loh. Wong macam ini kadang-kadang wong yang awam mempercayai wong alim, kadang membawa magol ulama-ulama besar. Dia sesat dan dia menyesatkan. Terutama lagi kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang, maaf, misalnya dari kalangan pemerintah yang pengen mensukseskan niat-niat buruk mereka. Dipakai tokoh-tokoh seperti ini, dibawa ke orang-orang awam. Orang awam tidak tahu yang kau kiai besar nian, yang kau habib besar nian. Ditampilkan ceramah di TV macam-macam. Ada pula grupnya, ada pula dia punya istilahnya jaringan yang mengekspos biar budak ini tampil seakan-akan dia tokoh ulama yang besar, padahal dia sesat dan dia menyesatkan. Nah, itu akan muncul banyak, itu ulama su. Sekarang penyanyi bicara tentang agama, artis dangdut atau artis apalah yang dia tadi bodoh tentang agama, bicara tentang agama. Ini kan sesat, menyesatkan, mengerikan. Wong baru baru taubat kita senang, tapi kalau sudah baru taubat langsung nak ngajari kiai, wah ini kaget dulu. Kau belajar dulu sama anak kiai, kaget baru nak ngajari kiai. Belajar dulu sama anak kiai, ini baru taubat langsung seakan-akan dia paham segala urusan agama, langsung menyalahkan wong lamu, nyalahkan ulama lamu, kiai-kiai lamu. Nasallahu afiyah. Wah, kata ikhwan rahimakumullah, yang macam itu ya, termasuk kelompok-kelompok yang kita sering hadapi, yang suka membid'ahkan kita, yang macam itu tidak usah didudui. Ahmak mereka itu, kita jelaskanlah dalilnya nih, tidak jadi ya. Kalau kita ngomongkan contoh banyak tentang tawasul di zaman sahabat dengan Rasulullah, apa kata dia? Itu kan sahabat sama Rasulullah. Kita tunjukkan lagi ada tabiin sama sahabat, itu kan tabiin. Kita tunjukkan lagi ada tabiin terus, tetap dia tidak mau menerima. Dan mereka menganggap misalnya seperti para aulia Allah itu tidak kata zaman kita. Ada tuh zaman dulu itu dia. Pertama mereka mengingkari tentang aulia Allah. Kita sebutkan dalam Al-Quran banyak. Ketika mereka dapat yang benar dalam Al-Quran ada, dia ngomong itu kan yang dulu, zaman dulu jadi. Lalu kita tunjukkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang mereka para aulia yang muncul dari kalangan sahabat Nabi. Dia akan mengatakan, oh itu kan sahabat Nabi. Kita bawakan lagi cerita tentang tabi'in, terus sampailah. Kalau sudah dia mentok, dia akan mengatakan bahwasanya apa yang kita pakai itu suatu yang salah, dalilnya lemah. Yang mereka pakai selalu hadis yang sahih. Ini orang ahmak. Ya, kadang-kadang pertama kali kalau duduk sama kita dia itu hadisnya sahih tak yang kamu pakai itu? Takoan yang Palembang. Awak ngerti tak sahih apa? Hadis dhaif apa, hasan apa? Takoan tapi sahih tak hadis itu? Ya. Kalau kita ini hadisnya sahih. Sahih riwayat siapa itu? Oh, cak pintar ahli hadis. Belajar mustalah tak pernah. Nah, yang macam ini ngadep bengak, ya hana pintar, tinggal ke ikhwan. Ya, cuma itu tadi, kalau kita lihat gelagat dia bisa menyesatkan umat, cepat kita sekak, cepat kita putuskan gerakan dia itu, karena dia akan merusak, meracuni umat. Nah, sekarang yang ketiga ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga inilah yang baik, yang bagus. Watsalitsu an yakuna mustarsyidan wa kullu ma la yafham min kalamil akabir yahmilu ala gusuri fahmihi wa kana su'alhu lil istifadah. Nah, ini yang kita boleh tanggapi, ini wong sakit yang memang butuh diobati, yang pacak diobati. Siapa? Orang bodoh tapi memang minta petunjuk. Nanya tuh bukan nyelekit, nanya tuh bukan nak nyebak, nanya memang benar-benar minta petunjuk. Baik tentang hukum apapun dia nanya, benar-benar nanya, karena dia ngasuh dirinya bodoh. Maka orang seperti itu luangkan waktu kita untuk membimbing dia, luangkan waktu kita untuk memberikan petunjuk kepadanya. At-tsalis yakunu mustarsyidan, orang yang meminta petunjuk. Wa kullu ma la yafham min kalamil akabir wa yahmulu ala gusri fahmihi wa kana su'alhu lil istifadah. Lakin yakunu balidan la yadrikul haqa'iq fala yanbaghi al-ishtighal bihawa bijawabihi aidan kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu ma'asyarul anbiya umirna an nukallima an-nas ala qadri aqulihim. Nah, wong yang macam ini kita jengok sampai di mana akal dia.
Kalau dia tadi memang bertanya, nanya nian, bukan nanya tu nyelekit atau nyari-nyari ke keburukan, tapi yang ditanya terlalu tinggi, maka njuk yang endep-endep sesuai dengan kemampuan dirinya. Wong tak paham nahwu sama sekali, tak paham nahwu sama sekali, tak pernah belajar nahwu sama sekali. Nak nanya sama kita, ini ngapa pacak jadi maconya dibaca doma, ini kasroh, ini nyelaskan dia, tak pacak mentah-mentah macam itu. Ya, mending kita ajar dia tentang masalah bab wudu, bab solat, cara baca Fatihah yang benar. Kita jelaskan, dia ngunyam, dia pening, kita pun susah. Jadi orang itu memang pengen dapat ilmu, tapi ilmu yang dia pengenkan tidak sesuai dengan kapasitas dia. Nah yang seperti ini juga jangan banyak buang waktu. Jadi cukup dengan sesuai kadar kebutuhan dia kita tunjuki. Dia pengen belajar ilmu tafsir, kaget dulu macam Quran belum lancar. Nak belajar ilmu tafsir misalnya, wong ini memang pengen, cuma kaget dulu. Kau belum waktunya belajar tafsir. Belajarlah dulu mana belajar ilmu tajwid. Belajar dulu mana bacaan kau benar, makhraj kau benar, panjang pendek kau benar. Nah, kalau dia maksud tetap nak ngambil ilmu-ilmu yang tinggi, ini wong termasuk juga hamakoh. Yang termasuk juga wong teka. Tapi lebih rendah keadaannya daripada yang tadi dalam keahmakannya. Nah orang seperti ini wakana soalul istifadah, dia memang untuk mencari faedah bertanya, lakinya kuno balidan, tapi dia ini kadar kemampuannya rendah, dia bodoh, dia tidak paham. Nak nanya tentang bahasa Arab tadi nahwu sorab, dia tidak pernah bahasa, tidak paham. Maco agak lagi belum lulus. Nak nanya ilmu tafsir, apalagi nanya ilmu qiraat. Qiraat siapa? Maco ku lagi belum lulus. Kaget dulu belajar ilmu qiraat, kaget dulu belajar tafsir. Belajarlah dulu makna biar lancar Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar. Falayan bagar istiqal bijawabihi aidan kama qala Rasulullah, maka orang seperti itu jangan kau habiskan waktu sibuk ngurusi dia. Ya berikan pertanyaan apa yang dia pengen sampaikan, tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan dia untuk menerima ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, nahnu ma'asyarul anbiya umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Rasul pernah bersabda, kami para anbiya diperintahkan Allah untuk mengajak berbicara manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Sesuai dengan kadar akal pikiran mereka. Kita belajar duduk sama kampung, jangan pakai bahasa-bahasa yang modern dengan istilah-istilah yang unik-unik, itu bingung mereka. Jadi perubahan itu sangat signifikan. Apa dia signifikan tuh? Jenis ikan apa jadi? Nah, bingung. Jadi kalkulasinya itu harus ditransfer. Apa dia pula kolkas apa kalkulasi? Nah, kalau duduk sama kampung ngomong cawong kampung. Kalau kau diminta ceramah di kuliahan, ceramahlah cara bahasa kuliah. Ya, jangan terlalu kita paksakan. Kadang-kadang ada orang ngomong terlalu bahasa modern yang intelek macam. Orang awam jadi bingung. Sampai akhirnya kalimat yang tidak pantas dipakainya. Jadi kita harus memindahkan tempat itu ke tempat lain. Diingetinnya kita harus mentransfer tempat itu ke tempat lain. Kacau, ya. Oh, kalimat-kalimat yang unik-unik tuh, wong awam bingung. Paham Bapak Ibu? Paham. Kiai Ibu apa dia kayak ngomong tadi? Tidak tahu. Nah, dah sampaikan dengan sesuai standar akal mereka. Ngomong sama budak kecil, ngomong sama baru masuk Islam, ngomong baru taubat. Ya, jangan langsung diajak situ karamat tinggi-tinggi. Wong baru masuk Islam, wong baru taubat, langsung kita ajak wigit begadang dalu-dalu. Ngeror dia. Iya, 2 minggu langsung ngasih jadi wali kayak dia. Nah, ajari dulu yang paling penting apa? Wuduk dulu aja kan, mandi wajib, benerkan dulu. Ajari dulu yang pokok yang paling penting. Jadi nahnu kata Rasulullah SAW, nahnu ma'asyarul anbiya, para nabi dan rasul diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu, menyampaikan apa yang datang dari Allah kepada orang tergantung dengan ukuran kadar kepahaman mereka, mampunya mereka untuk memahami ilmu. Ya macam tadilah ya. Ini pernah kami sendiri kadang-kadang sering dulu ikhwan. Ada orang kampung aja, kampung kita nih lah. Minta Ustaz, Kak Majlis tempat kami Ustaz. Pengen Ustaz ngajak tempat kami Ustaz. Kalau Ustaz ngajak tuh kami Masya Allah. Ya hei insyaallah, nak muka apa? Tauhid Ustaz. Ah gitu. Alah pergi kamu sering aja belum? Pergi itu ladai dulu Ustaz, pengen tauhid ini. Kita coba tuh yang batal wudu, tahu tak kamu? No, tak tahu juga. Yang batal ke wudu tak tahu. Yang batal ke salat tak tahu. Nak belajar tauhid tinggi-tinggi tak usah. Nak belajar ilmu tafsir, ya Allah tambah lagi.
Paham apa dia? Yang pokok, yang penting untuk kebutuhan sehari-hari itu yang kita pelajari. Ya, apalagi nak belajar tentang khilaf madzhabul arba'ah, pengen belajar fikih buka kitab Bulughul Maram misal. Hadis yang menjelaskan tentang khilaf-khilaf atau fikih-fikih yang di situ ada khilaf antar madhab. Madhab Syafi'i belum menguasai. Nak belajar khilaf antar madhab, tambah kacau, tambah membingungkan. Fala yanbaghi istighal bijawabihi aidan kama qala Rasulullah SAW, nahnu ma'asyal anbiya umirna an nukallima an-nas ala qadri uqulihim. La ilaha illallah. Wa amma al-marad alladhi yaqbalu al-ilaj fa huwa an yakuna mustarshidan agilan fahman la yakunu maghluban hasad wa ghadab wa hubb ash-shahawat wal jah' wal mal wa yakunu talib at-tariq al-mustaqim wa lam yakun su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wa ta'annuti wa imtihan wa hadha yaqbalu al-ilaj fa yajuzu an yastashtaghil bi jawab as-su'al bal yajib alayka ijabatuhu. Nah, ini yang paling baik. Adapun orang yang sakit atau orang yang bodoh yang butuh ilmu, alladzi yaqbalul ilad, memang dia bisa nerima pendidikan, bisa nerima nasihat, bisa nerima ilmu, arahan, bimbingan kita akan diterimanya. Ayyakuna mustarsyidan agilan fahman, orangnya cerdas, orangnya punya wawasan. Kalau diajari nangkap, kalau kita berikan ilmu yang agak tinggi, dia bisa memahami, dia bisa menelaah dari apa yang kita sampaikan, bahkan dia bisa memahami, bahkan bisa menyampaikan atau mengamalkan. La yakunu maghlubun hasad, wong ini tidak punya penyakit hasud, tidak ada dengki, tidak ada mengikuti syahwat, tidak juga belajar tu nak dijenguk orang kalau dia dekat sama kiai, dekat sama ustaz. Tidak, memang orang yang benar-benar pengen belajar nian. Ada kan macam-macam kadang-kadang. Wong datang ke ustaz, datang ke kiai, biar dijenguk orang kalau dia dekat sama kiai, biar dekat sama ustaz. Belajar juga kadang-kadang tidak perlu belajar, tidak dia. Ya, uji kita bahasan pencitraan baik. Ada yang benar macam itu. Nah, yang macam itu kaget dulu. Kita baca ni, ini orang ada penyakit hasud. Oh, ini punya sifat kibir. Kalau ku tambah ke ilmu, tambah kibir dia. Bengak be kibir. Bodoh be dia sudah sombong, apalagi ninjau ilmu. Ya, apalagi ninjau ilmu. Tak usah. Orang ini punya penyakit hasud. Ini orang punya penyakit dengki. Benar dulu penyakitnya. Yang sifatnya penyakit-penyakit hati baru ninjau ilmu. Tapi kalau kita lihat ini orang memang siap, hatinya bersih, keadaannya tawadhu, pengen belajar benar-benar, tidak ada tujuan-tujuan kecuali ibtigha' mardatillah wa ghurbi thawabih, wa yakunu talibat tariq mustaqim, dan orang yang bisa diarahkan, nurut, diberi petunjuk, diajari dengan cara yang kita pengen ajarkan, dia nerima, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan, tidak ada tujuan-tujuan sifat duniawi, maka berikanlah ilmu kepadanya, luangkanlah waktu untuknya. Walam yakun su'aluhu wa i'tiraduhu an hasib wa ta'annub wa imtihan wa hadha yaqbulu ilad fa yajuzu an tashtaghil bi jawab, maka boleh kau untuk meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk duduk sombong itu. Bahkan kalau kau lihat memang dia butuh dan harus dibimbing, kalau tidak dia akan sesat, wajib kita memberikan waktu kita untuk orang tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah biidznillah subhanahu wa taala, mungkin ba'dal maulid kita akan kumpul lagi dalam ziarah kita ini insyaallah taala. Ingat bulan depan mungkin kita sudah akan berjumpa dengan bulan maulid insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة. ألا يا الله نظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض القيمة. ألا يا صاح يا صاح يا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا الله ترى من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض وكن راض بما قد قدر المولى وستسخط قد الله رب العرش الأكبر.
ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض وكن صابر وشاكر تكن فائز وظافر ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي القلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يا الله بنظرة عين الرحيمة من أمراض سكيمة وذه دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حكيرة ومدتها قصيرة ألا يا الله من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض ولا يحرص عليها سوى العامى البصير عديم الأقل لو كان يعقل كان أفكار ألا يا الله بنظرة عين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض تفكر في فناها وفي كثرة عناها وفي كله غناها فتوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي مراد سكيمة ألا يا عين جودي بدمع منك سائل على ذا الحبيب الذي قد كان نازل يا الله بنظرة من العين الرحيمة في كل ما بي من أمراض معانا في مرابي وأمسى سراحل وأمسى القلب والبال من بعده مقدر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل من أمراض سكيمة ولكن حسبي الله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشار جادات سحاحب رحمة البر وحياهم بروح رضا ربي وبشر ألا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما راد سكيمة بها سادتنا وشيوخ العارفون وأهلنا وأحبابهم بالقلب زلونا ألا يا الله بنظرة من العين تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة
ومنهم في سرائر فؤادي قاطنون بساحة تربها من ذكي المسك أعطار ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة كل ما بي من أمراض سكيمة منازل خير سادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan ada dua berita duka cita, yang mana dua orang ini tadi asar masih kita Fatihah ke syifa ya, dengan qadarullah khair mereka wafat dan keberkahan. Pertama tadi yang duluan meninggal Hubabah Nur binti Abu Bakar Al-Kab. Beliau istri dari Ami Salim Al-Kab, balik ke Tujulu Tanggorajo. Belum ada info jenazah jam berapa besok. Yang kedua, sosok yang tidak asing buat kita, beliau juga aktif di majelis, yaitu Mang Pendi Soto ya, panggilannya Pendi Pendi Soto kan terkenal, balik ke Sepakat ya, 10 Ulu ya, balik 10 Ulu. Wong yang sudah masuk hitungan orang tua tapi aktif di majelis, alhamdulillah. Beliau masuk rumah sakit tadi di Pembaru dan dikabarkan meninggal dunia. Tadi sore masih kita Fatihah ke syifa ya, Allah memberikan yang terbaik untuk beliau insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Darusina syafi'na Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa azwajihi wa dhurriyyati ansar wa ashabihi wa ahbab ajma'in. Wa min arwaqat wa ulam gharib masyariqil ardi ila magharibiha bariha susan manzurnahum fi dhillin sayyidin mubarakam min awliya usyatqiyai wa man lam nazurhum min awliya usyatkunhum jamila arwah walidina wa likum khassa amatul muslimin amma summa dar khususan almarhum Herman Bastari bin Sadari alias Mang Pendi Soto wa Syarifah Wabah Nur binti Abu Bakar Al-Kaf. Anallah yaghfir lahum wa yarhamhum summa bi rahmati anallah yataqabbal a'malahum tajuzan sayyi'atihim wa yadkhul fi quburihim rawhum war rayhan wal bishar aman waj'al quburahum jannatan rizqan salihan jalibatan kulli khair wa kulli syarrin wa muslimin wa ila hadratin nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم تقبل أعمالهم تجوز عن سيئاتهم. اللهم ادخل في قبورهم روحا والريحان وبشارة وسترجان جعل قبرهم جنان ولا تجعل حفرهم منا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk dua jenazah ini kalau memang nanti kita dapat info yang akurat, yang tepat, kapan dimakamkan, disolatkan di mana, nanti saling kabar ya, di grup-grup saling menghabarkan ya, Syarifah Nur binti Abu Bakar Al-Kab nanti solat di mana jam berapa, begitu juga Mang Pendi Soto tolong saling kabar. Mudah-mudahan kedua-duanya bisa kita hadiri salat jenazahnya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Jaturi bikin halaqah, satu halaqah 4 orang. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi. Rasul Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-muhtar على فينا باب مولانا طرحنا الحمول
رجينا منه المواهب والرضا والقبول يا فرد يا خير موتي هب لنا كل سول واحتم لنا منك بالحسنى نهار الكفول وحب لنا القرب من نقوى اللقاء والوصول أنسى نشاهدك في مرآة طه الرسول الله